حلو المكان. ابدا، واكلهم زباله لعلمك. ما بتقعد هنا على طول ليه؟ عامل رجيم. قول لي، اقدر اخدمك ازاي يا حضره الظابط؟ وانا لو حللت الكوبايه دي هوصل ليه بالظبط؟ يعني بيتهيألي انك محتاج تدخل الحمام الاول تملاها بعينه وبعدين تحللها. سليم شرب من الكوبايه دي قبل ما يموت على طول. الله يرحمه. تفتكر مات مسموم؟ افتكر انه مات وما تجوزش عليه الا الرحمه. غريبه، قبل ما يموت على طول كان هيلبس قضيه زي دي بالظبط الواحد اتهموا انه قتل ابوه بالسم، حط له اعشاب ملهاش طعم ولا ريحه وبتجيب جلطه في القلب وبتموت. ما انت عارف، مش انت اللي كاتب تقرير الطب الشرعي؟ والله يا باشا انا مش عارف سيادتك بتتكلم على ايه بالظبط، بس انا مضطر اسمعك لحد ما الجرسون يجيب لي الحساب. بيقولوا ان اللي بيقتل حد بطريقه غالبا ما بيموت مقتول وبنفس الطريقه. ده مين اللي بيقول؟ يعني في الافلام يعني ولا ايه؟ في الدنيا. انت عارف طبعا بحكم شغلي نعرف عيال صيع ومجرمين وشخصيات زباله كتير، حتى لو فلتوا من القانون في الاخر هيروحوا فين من العداله السماويه؟ وسعادتك بقى رسول العداله السماويه؟ انا عندي مبدأ مهم قوي في حياتي، اللي يخالف القانون لازم يدفع الثمن. اللي تعرف يا ادم، كان في تفصيلة صغيرة كده كانت هتفوت مني. آخر مرة كنت معاك على التليفون أنا كنت عند سليم في المكتب، وبالصدفة الراجل عزم عليا بكوباية الشاي اللي كان لسه هيشربها. لما قمت أكلمك ورجعت ما لقيتش كوباية الشاي. تفتكر البنت السكرتيرة اللي بتشتغل عنده كانت حاطه له سم في الكوباية، ولما لقيتني انا اللي هشربها انتهزت فرصة غيابي وخبيتها؟ انا متأكد لو حققت مع البنت دي وضغطت عليها شوية اكيد هوصل للحقيقة.